زوجة الابن الحامل دي كانت قاعدة بتاكل هي وحماتها وجوزها، فبتمد ايديها علشان تاخد جمبري من الطبق، فحماتها قالت لها لا ما تاكليهوش. بتمد ايديها علشان تاكل اللحمة، برضو حماتها منعتها. فجوزها قال لها في ايه؟ قالت له كفاياها اكل كده، ممكن البيبي يتعب، دي طول النهار قاعدة بتاكل. فزوجة الابن اتضايقت وقامت من على السفرة. تاني يوم الحما وابنها بياكلوا اللب ويرموا القشر في الارض، كل ما تلم وراهم الحما ترمي تاني وتالت. فجابت الباسكت وحطتها لها، قامت زقه الباسكت برجليها وقالت لها انا ارمي زي ما انا عاوزه. زوجة الابن هنا خلاص مش قادره تسكت، قالت لها انت بتعامليني المعامله دي ليه؟ هو انا عملت معاكي حاجه وحشه؟ كل طلباتك مجابه حتى وانا تعبانه. فالام اتكسفت وقالت لها في الحقيقه لما جيت اتجوزتي الناس قالوا لي ان انا لازم يبقى ليا شخصيه معاكي. هنا الابن رد عليها وقال لها ومال الناس ومالنا، كل واحد ظروفه تختلف عن التاني، بلاش نرمي ودننا للناس بره، محدش يعرف ظروف التاني. عاملي مرات ابنك زي بنتك، هي كمان هتعاملك زي امها.